السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا يا جماعة في استخدام الفراخ، ومفيدة جدا في التحويل، مفيدة جدا في حل بعض المشاكل أو التقليل من الأمراض اللي بتصيب الفراخ، وهي الحلبة. الحلبة يا جماعة مهمة جدا في استخدام الفراخ. الحلبة بتزود من تحويل الفراخ، كمان بتعتبر أو بتشتغل إنها مضاد سموم أو تنظيف الدم من السموم في الفراخ. وكمان يا جماعة هي فاتح شهية طبيعي، وكمان بتساعد في تسمين الفراخ وتحويل البروتين أو العلف للحم. كمان بعض الدراسات اللي اتعملت على الحلبة يا جماعة أكدت إن الحلبة بترفع المناعة أو بتزود في رفع المناعة أو بتقوي الجهاز المناعي للفراخ، وكمان بتساعد على القضاء أو مقاومة مرض السرطان. كمان كمان يا جماعة إضافة إن هي مضاد قوي للبكتيريا أو قاتل قوي للبكتيريا والفطريات اللي بتوجد في أمعاء الفراخ، وبتساعد بشكل كبير أوي في إنتاج بتساعد بشكل كبير أوي في التئام الجروح اللي بتتصاب بها بعض الفراخ. وكمان من مميزات الحلبة يا جماعة إنها مضاد قوي للديدان اللي بتصيب أمعاء الفراخ أو بتبقى موجودة في الفراخ. كمان بتخفض بشكل ملحوظ وشكل كبير أوي مستويات الكوليسترول في الدم. كمان بتستخدم كمهدئ، وبتستخدم يا جماعة على إن هي بتهدي الفراخ، وبتقلل الإجهاد الحراري، ومضادة للتشنج أو بعض حالات التشنجات أو اللي بتصيب الفراخ. كمان بتساعد في تخفيض مستوى الإجهاد زي ما قلنا. وكمان بتعتبر مضاد طبيعي للأكسدة، وبتزيد من معدل نمو الفراخ. يعني بتساعد بكتير أوي، يعني بتقلل كمية العلف المأكول قدام اللحم. يعني بتقلل معاك كمية العلف اللي بتاكلها الفراخ قصاد اللحم اللي مطلوب منك أو اللي أنت عاوز تحققه. وبتوفر معاك كمان كويس أوي في العلف، بتزيد في وزن الفراخ، وبتعطي لحم الفراخ نفسه قيمة غذائية أكبر وأفضل. وبتحتوي الحلبة يا جماعة على بروتين خام بنسبة 24%، وفيتامينات كتيرة أوي ومعادن. وكمان يا جماعة الحلبة، بس أهم حاجة بشرط إن أنت بتستخدمها استخدام صحيح. بمعنى إيه؟ إن الحلبة عشان تاخد الفايدة اللي مطلوبة منها إن أنت تحقق منها كل اللي قلناه ده، إن إحنا بنستخدمها بنسبة 2% من العلف، مش بقى معلقة حلبة والكلام ده كله. 2% من استخدام العلف، يعني كل طن علف بنحط عليه 20 كيلو حلبة. ال20 كيلو حلبة دول يعني انت كل شكارة 100 كيلو بتحط عليها 2 كيلو حلبة، او كل شكارة 50 كيلو بتحط عليها كيلو حلبة، او كل شكارة 25 كيلو بنحط عليها نص كيلو حلبة. طب بنستخدم الحلبة ازاي؟ الحلبة ممكن تستخدمها اهم حاجة في العمر الصغير يا جماعة، او على العلف البادي. بتبقى مصحونة وتتقلب كويس قوي وتنضاف على العلف. كمان بتدي العلف ريحة حلوة قوي وجاذبة للكتاكيت في الأكل. عشان عشان كده يا جماعة أهم حاجة مش استخدام العشبة. أهم حاجة الاستخدام الصحيح لأي عشبة أنت هتستخدمها. تبقى عارف هي بتديك قد إيه بروتين، عارف هي بتديك قد إيه طاقة، عارف بتستخدم كميات قد ايه، وبتستخدمها في العلف ولا في المية. وعشان كده استخدام الحلبة في العلف افضل حاجة، عشان بتحدد الكميات اللي مطلوبة للفراخ، وبتقدر تستخدمها من اول الدورة لاخر الدورة. وكل ما تستخدمها بدري بتوفر معاك قوي كتير قوي في استخدام العلف اخر الدورة. يعني لو استخدمت الحلبة من اول يوم ان شاء الله باذن الله تعالى توفر معاك اكتر من نص كيلو علف اخر الدورة لكل فرخ، و او اكتر كمان يعني. وكمان بتديك فراخ، بتقلل معاك استخدام المضاد الحيوي. كمان بتديك فراخ طعمها حلو، وبتقلل الريحة اللي بتبقى في بطن الفراخ عند الذبح. يعني لما بتفتح ما تحسش بريحة الزفارة. فالحلبة مفيدة جدا،
مميزة جدا في استخدامها، بشرط ان انت تستخدمها زي ما قلنا. احنا بنستخدمها 2% من العلف، من قيمة العلف. يعني الطن بنضيف عليه 20 كيلو حلبة. ال- يعني الشكارة 100 كيلو بتاخد 2 كيلو حلبة. يعني الشكارة ال50 كيلو بنحط عليها 50، بنحط عليها الشكارة ال50 بنحط عليها كيلو حلبة. يعني الشكارة ال50 عشان الناس اللي بتشتغل أو المربين الصغيرين اللي بيجيبوا شكارة 50 بنحط عليها نص كيلو حلبة. في الكتاكيت في العلف البادي، الصح إنك تكون حلبة مصحونة أو تجيب حلبة وتصحنها وتضيفها على العلف. في النامي أو الناهي ممكن تستخدمها حب عادي. دي الكميات اللي مطلوبة ودي فوائد الحلبة. وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن فوائد أعشاب تانية في الحلقات اللي جاية. وكده نبقى وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا. أتمنى تعمل لها شير، تعمل لها لايك، أو تقول لنا في كومنت إيه لو في أي تعديل أو في حاجة ما أنتش فاهمها، أو لو عاوزين نكمل من في حلقات من ديت، أو نوقف إنتاجها لو مش عاجباكم. وكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا يا جماعة في استخدام الفراخ، ومفيدة جدا في التحويل، مفيدة جدا في حل بعض المشاكل أو التقليل من الأمراض اللي بتصيب الفراخ، وهي الحلبة. الحلبة يا جماعة مهمة جدا في استخدام الفراخ. الحلبة بتزود من تحويل الفراخ. كمان بتعتبر أو بتشتغل إنها مضاد سموم أو تنظيف الدم من السموم في الفراخ. وكمان يا جماعة هي فاتح شهية طبيعي. وكمان بتساعد في تسمين الفراخ وتحويل البروتين أو العلف للحم. كمان بعض الدراسات اللي اتعملت على الحلبة يا جماعة أكدت إن الحلبة بترفع المناعة أو بتزود في رفع المناعة أو بتقوي الجهاز المناعي للفراخ. وكمان بتساعد على القضاء أو مقاومة مرض السرطان. كمان كمان يا جماعة إضافة إن هي مضاد قوي للبكتيريا أو قاتل قوي للبكتيريا والفطريات اللي بتوجد في أمعاء الفراخ. وبتساعد بشكل كبير أوي في إنتاج، بتساعد بشكل كبير أوي في التئام الجروح اللي بتتصاب بها بعض الفراخ. وكمان من مميزات الحلبة يا جماعة إنها مضاد قوي للديدان اللي بتصيب أمعاء الفراخ أو بتبقى موجودة في الفراخ. كمان بتخفض بشكل ملحوظ وشكل كبير أوي مستويات الكوليسترول في الدم. كمان بتستخدم كمهدئ. وبتستخدم يا جماعة على إن هي بتهدي الفراخ، وبتقلل الإجهاد الحراري، ومضادة للتشنج أو بعض حالات التشنجات أو اللي بتصيب الفراخ. كمان بتساعد في تخفيض مستوى الإجهاد زي ما قلنا. وكمان بتعتبر مضاد طبيعي للأكسدة وبتزيد من معدل نمو الفراخ. يعني بتساعد بكتير أوي، يعني بتقلل كمية العلف المأكول قدام اللحم. يعني بتقلل معاك كمية